تصريحات علي معلول في برنامج حارس الأهلي مع أحمد شوبير. المذيع بيقول علي معلول كشف كل حاجة بخصوص إصابته ومستقبله مع الأهلي، وكمان حكى عن موقف الكابتن محمود الخطيب معاه. خلونا نسمع القصة من لسانه. رد علي معلول وقال: أنا بعد الإصابة فضلت إني أبقى في مصر وأعمل التأهيل هنا. كابتن الخطيب كان مصر إني أتعالج في أحسن مكان في العالم، بس أنا قلت له عايز أبقى هنا وسط الناس اللي بحبها واللعيبة اللي وقفوا معايا. كمان صرح وقال: العلاقة اللي بيني وبين جمهور الأهلي حاجة كبيرة من أول يوم جيت فيه سنة 2016، والإصابة خلتني أشوف قد إيه الناس واقفة معايا. بجد شكرا ليكم، وإن شاء الله أكون دايما عند حسن ظنكم. وكمل كلامه وقال: أنا دلوقتي خلاص داخل في 80% من فورمتي، بجري كويس، بعمل سبرنت وبعمل تاكلينج، محتاج شوية ماتشات بس وهكون جاهز 100% حتى لو ماتشات ودية. وكمل تصريحاته وقال: هنعمل كل اللي علينا وكلنا عايزين نشارك. في الآخر القرار للجهاز الفني، لكن أنا جاهز ومستعد أرجع بأقوى شكل ممكن. وبعد كده شكر علي معلول كابتن محمود الخطيب وقال: اللي عمله معايا الكابتن الخطيب مش هنساه أبدا، وقف معايا وكان معايا يوم العملية وعارف قد إيه بحب الأهلي، وإن شاء الله هرفع راسه وراس جماهير النادي الأهلي. عايز أقول لكم إن خلاص تم قيد علي معلول محليا وافريقيا، ومستنيين نشوف ابداع اللاعب التونسي ابن النادي الاهلي في ال6 شهور الجايين في كل البطولات اللي هيشارك فيها مع النادي الاهلي.